النظام التعليمي كله بعد سايكس بيكو استبعد العلوم الشرعية والدينية حتى من الثقافة. يعني نحن كنا نقرأ في الشريعة وما زلنا في الجامعات في المدارس في اسمه لم نقرأ التاريخ الإسلامي. لم نقرأ الوقائع الإسلامية. يعني 1400 عام من الفعل الإسلامي المتصل المتواصل الذي لم تضاهيه حضارة على وجه الأرض بهذه القوة والاستمرارية، غيب تغييبا تاما. ثم غيبت الشريعة، ثم غيبت العقائد، ثم غيب الإيمان، ثم غيب كل شيء. نحن أمة ثقافتنا الآن هي ثقافة سايكس بيكو الصفر. لا يوجد شيء من الثقافة الإسلامية إلا الذي يعني حفظ بعض الآيات والأحاديث من أجل أن تقرأ. نحن أمة ورثت جزء عامة في القرآن، لا نقرأ غير من جزء عامة في القرآن مثلا. ليس لدينا يعني كم من الأشخاص يعني كل العالم الإسلامي 1.7 مليار مسلم. كم منهم أو عندما يصلون ماذا يقرؤون في القرآن؟ هو جزء عام بعض السور بالكاد والقصيرة جدا. هذا ما ورثناه، هذا هو. إذا أنت ليس هذا فقط، بل أن التاريخ الإسلامي أخفي إخفاء تاما وزور. في مقابل هذا أعطوك ما تشاء من المذاهب والفلسفات والأديان والفرق الباطنية. نعم، صعدت الفرق وقدمت ثقافتها واختلطت بصحيح العقيدة وصحيح الحديث والآيات والقرآن، وبالتالي أصبحت لدينا عقائد مشوهة حتى كمواطنين. يعني من كتب تاريخنا إما مستشرقين أو يهود أو شيعة. لا يعني هذا بالضرورة، لكنهم طبعا هم استفادوا من هذا، وهي مشكلة عويصة أنا سنأتي عليها فيما بعد. لكن تجد دكتور وضليع في العلوم ولا يفقه شيئا، لا في عقيدته ولا في إسلامه ولا في مصطلحات الإسلام نفسها. يعني في تخصصه العلمي ماهر، لكن خلفيته الدينية صفر. والمشكلة الأعوص من هذا أن ثقافته الدينية والتاريخية على الإسلام هي ثقافة استشراق. ليست ثقافة حقيقية. يعني هو لم يفكر، لم تؤخذ من منبعها الطبيعي، لأنه أصلا النظام التعليمي هكذا. يعني البنية الذهنية عنده والمعرفية عن الإسلام بنية استشراقيا. هو ليس لديه قاعدة يقارن، وليس لديه أيضا علم يدرس بحيث يمكنه المقارنة. لذلك تجد الأمة غارقة فيما يتعلق في الإسلام والتاريخ الإسلامي والعقائد والشرائع، جهل مدقع وضلال مدقع وتشويه وتحريف. يعني لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ، بين الحلال والحرام، بين المنطق لا يستطيع. عاش كما يعيش علماء الغرب بالضبط. هو عاش وفق منظومة وافدة، منظومة معرفية وثقافية وافدة ومنهجية وافدة وأدوات وافدة. طيب أوكي، يعني أعطونا العلوم الغربية، لكن أعطونا بنفس الوقت العلوم الشرعية. يعني لتكن المناهج من هنا وهناك. الذي جرى أنه تم استبعاد التراث الإسلامي والإسلام ومناهجه وعقائده من كل العملية الثقافية والمعرفية والذهنية والإدراكية والأخلاقية، حتى القيمية استبعدت. سلخ المسلم عن دينه وثقافته وعقيدته.